السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه. النهاردة احنا جايين نتكلم عن فوائد الكركديه بالنسبة للطيور بتاعتنا. يعني طبعا كلنا عارفين ان الكركديه مفيد جدا بالنسبة للإنسان، انما للأسف الناس ما بتستخدمش الكركديه مع الطيور، رغم ان ده وقته وده استخدامه الافضل ودي فترته الافضل اللي لازم حضرتك تسارع تستغل الكركديه فيها علشان تاخد كل الفوائد بكمية اكبر وباستفادة اكبر وتحس فعلا بتأثيره. لكن عشان نفهم كل ده لازم نعرف ايه الفوائد بتاعت الكركديه وازاي نقدر نستخدمه بشكل امثل. قبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول. ويلا بينا ندخل في لب الموضوع على طول. اول حاجه محتاجين نتكلم فيها ونأكدها ان الكركديه ده مطهر معوي بالاساس. مطهر معوي يعني ايه؟ يعني عنده قدره كبيره جدا على القضاء على البكتيريا الضاره، خاصه بكتيريا الايكولاي والاستاف والستريبت والكوليرا. يعني بعض انواع البكتيريا كده هو بيقدر يقضي عليها تماما تماما. يعني انت مش هتحتاج تجيب دواء لو في ايكولاي في اي نوع من انواع البكتيريا اللي انا قلت لك عليها. دول كلهم تقدر تقضي على الاستاف والايكولاي والستريبت والكوليرا بس بانك تقدم الكركديه. فحاجه مذهله جدا طبعا ان الكركديه لوحده كعشبة وحيدة مش دواء يقدر يقضي على كل الأمراض دي. كذلك برضه هو بيعمل على تنشيط الدورة الدموية، وده بيزود طبعا تدفق الدم للأنسجة وبيخلي الطائر يحصل على صحة جيدة. طيب، موضوع تنشيط الدورة الدموية ده يا جماعة في حاجات كتير بتساعد عليه مش بس الكركديه، لكن اللي بيميز الكركديه في موضوع تنشيط الدورة الدموية انه بينشط الدورة الدموية بشكل فوري. يعني ايه؟ يعني اول ما يتشرب الكركديه، يقول لك دايما ان الكركديه الساقع بيخلي الضغط مش عارف يحصل له ايه، والكركديه السخن بيخلي الضغط يحصل له ايه. تمام؟ درجة حرارة المشروب ساعات بتأثر فعلا. درجة حرارة المشروب ساعات بتأثر على تأثير، يعني بتغير تأثير الدواء او المشروب في جسم الانسان او الطائر. تمام؟ فانت بقى هتعمل ايه؟ انت مش هتقدم الكركديه ساقع ولا هتقدمه سخن، انت هتقدمه عادي جدا. عادي، ودي اول نصيحة في تقديم الكركديه. هتقدمه عادي جدا، لا ساقع ولا سخن، بدرجة حرارة طبيعية جدا. المية بتاعت الحنفية بعد ما تهدى شوية، لان هي دلوقتي سخنة جدا في الحنفية، يعني بعد ما المية تهدى كده وتبقى لطيفة نسبيا، تمام، تقدم بيها عادي جدا الكركديه. تمام؟ ليه بقى؟ علشان تخلي الدورة الدموية تمشي بشكل طبيعي، فتاخد فايدة الكركديه بعيدا عن سخونة او سقوعة الكركديه، ان هو ساقع ولا سخن. تاخد الفايدة كعناصر غذائية. حلو. برضو من فوائد الكركديه الحفاظ على درجة حرارة الجسم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه يحافظ على درجة حرارة الجسم؟ يعني بيقاوم درجات الحرارة المفاجئة المرتفعة. يعني يبقى الجسم من بره بيتلقى درجة حرارة صعبة. الطائر في ظروف صعبة، درجة الحرارة 45 على السطح، انت حايش الشمس بس الجو نفسه سخن، الهواء نفسه سخن. لو قدمت كركديه الجلد بتاع الطائر من بره هيبقى سخن، انما جسم الطائر من جوه هيحافظ على درجة حرارته عادي، فمش هيجي اجهاد حراري. كل اللي هيجي ان جلد الطائر هيسخن. جلد الطائر من بره ممكن لما تيجي تمسكه هتلاقيه سخن عادي جدا، انما الكركديه يخلي جسم الطائر من جوه درجة حرارته متحافظ عليها، يعني لم تتأثر بالعوامل الخارجية. وطالما درجة حرارة داخل الجسم لم تتأثر بدرجة حرارة خارج الجسم، يبقى انت كده حافظت على الطائر من الإجهاد الحراري. ودي من الفوائد المهمة جدا اللي بيقدمها الكركديه للطيور بتاعتنا، انه بيعمل مقاومة رهيبة وقوية جدا للإجهاد الحراري. فمن المهم برضو ان احنا نهتم بتقديمه، واقول لك طبعا الطريقة. تمام؟ برضو هو بيعمل كطارد للسموم، مضاد سموم كيميائي. يعني ايه؟ يعني بيتم استخدامه في تصنيع الادويه، لانه بيحتوي على احماض عضويه زي الستريك اسيد والماليك اسيد. تمام؟ الاحماض العضويه دي اللي موجوده في الكركديه سواء الستريك اسيد او الماليك اسيد مهمه جدا في طرد السموم، مهمه جدا كمضاد سموم كيميائي، لان المواد الفعاله اللي فيه فعلا بتستخلص وبتتحط في ادويه.
يعني من الاخر انت ممكن تستعمله بدلا من الخل، هيكون اقوى بكتير جدا من الخل. لو الخل موجود استعمله، الخل طارد سموم طبيعي وحلو جدا، لكن لو مفيش خل وعندك شويه كركديه ممكن تستعملهم بالطريقه اللي هنشرحها، هيطردوا السموم من جسم الطائر، هيخلوا الكبد يبقى انشط وقادر اكتر على طرد السموم من جسم الطائر. وكل ده طبعا هيأثر بشكل إيجابي على جميع جوانب صحة الطائر، وكمان من الناحية الإنتاجية. سواء انت بتربي الطيور دي علشان تاخد منهم انتاج بيض، هتلاقي الكركديه بيساعدك في الموضوع ده جدا، والكركديه ما عندوش اي مشكله خالص انه يعني يخلي انتاج البيض كويس. او انت برضو بتربي الطيور علشان خاطر ايه؟ تزود انتاج اللحم، برضو هيفتح الشهيه معاك ويخلي الطيور قادره على تزويد انتاج اللحم. تمام؟ ده بالنسبه للفايده دي بتاعه ايه اللي احنا اتكلمنا عليها اللي تخص طرد السموم. تمام؟ تدخل بعد كده على واحده من اهم الفوائد للكركديه علشان بعد كده نعرف ازاي نقدمه. واحده من اهم فوائد الكركديه انه بيساعد جدا في حالات التهاب التنفس او التهاب الجهاز التنفسي العلوي. تمام؟ التهاب الجهاز التنفسي العلوي بيستخدم في ايام البرد علشان نتجنب التهابات الجهاز التنفسي. يستخدم في البرد. طيب ينفع يستخدم في الحر علشان نفس الغرض؟ لو في التهاب في الجهاز التنفسي نستخدمه في الحر، بس التهابات الجهاز التنفسي العلوي تحديدا صعب تيجي شويه في الحر، غالبا هي شتويه وممكن تيجي في الخريف والربيع لكنها شتويه اكتر. فبمنتهى البساطه حضرتك ممكن تستعمل الكركديه علشان خاطر ايه؟ تعالج التهاب الجهاز التنفسي العلوي. طيب ازاي نستعمل الكركديه؟ يعني في طريقتين وكل شيخ وله طريقه. في ناس بتغلي الكركديه، يعني تجيب 10 جرام من الكركديه وتغليهم في كوبايه ميه، وبعد كده تاخد الخلاصه بتاعتهم وتحطها على السقايه. طريقه حلوه، طريقه حلوه جدا. طبعا هنستناها تبرد عشان ما تسخنش الميه. طريقه حلوه جدا ومفيهاش اي مشاكل. في ناس تانية بتحب تنقع الكركديه. تنقع الكركديه يعني ايه؟ تحط شويه الكركديه في شويه الميه وتغطيهم كويس وتحطهم في التلاجة مثلا لتاني يوم او 3-4 ساعات، فتاخد الخلاصه بتاعت الكركديه من غير ما تغلي الكركديه. انا شويه بشوف الكركديه من الاعشاب اللي يفضل ان هي تتغلي اكتر منها تتنقع. تمام؟ علشان الغلي بيديك كل الفوائد اللي فيها، بس اهم حاجه وانت بتغليها، تمام، وانت بتغليها لازم تكون مغطي العبوه، تمام، علشان لو في اي حاجه مفيده ما تطيرش مع بخار الميه. وبكده انت هتاخد خلاصه الكركديه وتحطها على السقايه، وهتدي لك كل الفوائد اللي احنا اتكلمنا عنها بالتفصيل. ده كان الفيديو، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس علشان توصل لك كل الفيديوهات الجديده اول باول. ونشوفك على الف خير في حلقات جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.